الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والذي قسم الأرزاق ولم ينس أحد. نحمدك يا ربنا على كل حال ونعوذ أهل النار. سبحانك ولا تقال إلا لك، يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، فما بالذات لا يفوت وما بالفعل يفنى ويموت. وأنت القائل لحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحانك لا العرش يحمله ولا الكرسي يسندك، بل العرش وحملته والكرسي وحفظته، والكل محمول بلطف قدرته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفعنا يوم العرض عليك يا ربنا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد يا ربنا أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحاجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وتسليماته عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلاة وسلاما لازمين متلازمين ما دامت السماوات والأرض. ثم أما بعد، فيا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، عشنا مع القرآن الكريم وشيخنا وقارئنا الجليل، وهذه الآيات البينات من سورة آل عمران، واستمعنا من بين ما استمعنا إلى أمر الله عز وجل للمؤمنين من أمة الصادق المصطفى محمد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لو أن أحد المهندسين البارعين بنى قصرا وشيده وأتقن الهندسة فيه، عندما يراه الواحد منا يقول: سلمت اليد التي أبدعت هذا القصر. لو قدر الله عز وجل لك أن تذهب إلى البيت الحرام أو مسجد النبي المصطفى محمد، على اتساع هذين الحرمين الشريفين تجد الدقة في الصنعة. فإذا جلست ونظرت إلى أعمدة إلى أروقة هذين الحرمين الشريفين لتعجبت واندهشت وقلت: والله لقد أبدع العاملون في هذا المكان. هذا إعداد البشر للبشر، فما بالكم بإعداد رب البشر للبشر؟ الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين
هو اللي أعد بأمره: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دائما يتهافت المريدون للزواج من الحسناء المتدينة ذات الحسب والمال، لو توفرت فيها الشروط الأربعة التي ذكرها النبي المصطفى محمد في حديث تنكح المرأة لأربع، لكان شيئا جميلا. ولو لم يتوافر فيها إلا الدين لكفى. فدائما السلعة تغلو وتعلو قيمتها بمنزلتها. إذا كان الخطاب يطرقون أبواب ذوات الجمال والحسب والدين والمال، وربما تشاجر الناس على ذلك واختلفوا عليه، مع أن هذه العروس يصيبها المرض، يصيبها كبر السن وتجاعيد الوجه وبياض الشعر، ثم يعتريها الموت، ومع ذلك يتبارى الناس في من يدفع أكثر ليحظى بها أو يمتلكها. فما بالكم بعروس دائمة النضارة دائمة البهجة؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فعلى قدر جمال العروس أمهر، على قدر شوقك إليها ورغبتك فيها ادفع المهر إن كنت تريد حقا أن تكون من أهل تلك الجنان التي أعدها ربنا عز وجل لعباده الصالحين. فادفع المهر. وما مهر الجنان؟ وما المهر المدفوع لها؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك الله عز وجل يأمرنا أن نسارع إلى تلك الدار الخالدة الأبدية، لأن هذه الدار هي إعداد ربنا لأهل الجنان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. خلي بالك، إن طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضمرة أي السريعة القوية في ظلها 70 سنة لا يقطع آخرها. فلما ربنا يقول عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض، ده في علم البلاغة بيسموه كناية. كناية عن ايه؟ عن السعة. انا دخلت دار مناسبات كأنها ايه؟ قصر عابدين. هي مش قصر عابدين، بس انا بقول كناية عن الجمال اللي فيها، كناية عن الذوق اللي فيها. فلما ربنا يقول عرضها السماوات والأرض كناية، لكن علم الله لا يحيط به أبد أحد، لكن علم الله لا يحيط به أحد. وسع ربي كل شيء علما. لذلك الله عز وجل إكراما لأهل الجنان، إكراما لأهل الجنان، عندما يقضي ربنا عز وجل بين الخلائق ويؤتى بالموت على هيئة كبش أملح أقرن فيذبح على الصراط، وينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت.
فيتجلى ربنا على أهل الجنان، يتجلى ربنا على أهل الجنان. يا أهل الجنة، يناديهم ربنا عز وجل بلا واسطة، يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك. فيقول لهم هل رضيتم؟ مبسوطين؟ وجدتم ثمرة العمل؟ وجدتم ثمرة العبادة والقيام؟ هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا مثلنا. انت اديتنا عطاء يعجز عنه كل الناس، عطاء غير مجذوذ غير منقطع ليس له نهاية. أعطيتنا ما لم تعط أحدا مثلنا. فيقول ربنا عز وجل لأهل الجنان ألا أزيدكم؟ ألا أحبوكم؟ أزدكم في العطاء؟ خدتوا حقكم؟ نطبب الميزان، نزيد الفضل. ألا أزيدكم؟ فيقولون بلى يا ربنا. فيقول الله عز وجل اليوم أحل عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعد اليوم أبدا. اليوم أحل عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعد اليوم أبدا. ثم يكشف عن ساق فيتجلى ربنا بأنوار جماله وجلاله لأهل الجنان، لأهل الجنان. صدق الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة، إلى ربها ناظرة. في قول الله عز وجل في سورة الزمر في أخريات السورة الكريمة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله. من اللي قال؟ أهل الجنان، لأنهم رأوا الفضل، رأوا الثواب والنعيم المقيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هنا يقول حضرة النبي وكان في حضرته الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وارضاه، يقول يا علي، اسمع الكلام، يقول النبي يا علي. هذا الكلام قرأته منذ أكثر من 20 عاما، لعل الله أن يذكرني الحديث، أنه حديث مطول في وصف ما أعد الله عز وجل لأهل الجنان. فيقول النبي يا علي والذي نفسي بيده إذا خرجوا من قبورهم أي أهل الجنان يؤتون بنوق أي جمال لها أجنحة عليها رحال الذهب. السمر اللي عليها الحتة البردعة احنا فلاحين اللي عليها رحالهم الذهب. شراك نعالهم نور يتلألأ. الحدوة اللي في رجل هو الجمل تحطوا له حدوة؟ لا، تحط للخيل بس. شراك نعالهم نور يتلألأ. الخطوة منها مد البصر. الخطوة منها ايه؟ مد البصر. فيأتون على شجرة ينبع من تحتها 4 أنهار. اسمع، يأتون شجرة ينبع من تحتها 4 أنهار. أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وذكرت ال4 فين؟ في القرآن. 4 أنهار تنبع من تحت هذه الشجرة. وإذا جندل يعني إيه؟ يعني جناية صغيرة، جناية صغيرة كده. رضراده الطين اللي فيه ياقوت أحمر وأصفر
وأخضر لا تشاكل طريقة منها أختها. كل واحدة لها لون وحجم وشكل، مفيش واحدة زي التانية. انت متخيل كده لما واحد يحب يعمل منظر جمالي من الناس ويجيب شوية أحجار كريمة ويرصها بشكل هندسي زخرفي، يقول بسم الله ما شاء الله. فكيف بذلك الجندل الذي أعده الله بكن فكان، كن فكان، لا تشابه طريقة واحدة منها أختها، كل واحدة لها شكل وحجم ولون. وإذا بياقوتة حمراء وصفائح الذهب فيضرب بها على صفائح الذهب زي الجرس، فيسمع لها طنين يا علي. فيسمع لها طنين يعني ايه؟ ذبذبة صوت، تردد صوت. بيسموا صوت الذباب ايه؟ طنين، بالزن كده. خلي بالك. يشربون من هذا الجندل فيغسل ما في بطونهم فتجري عليهم نضرة النعيم، فلا تيبس أبشارهم ولا تبيض أشعارهم. لا الشعر يبيض ولا الوش يكرم. ليه؟ أصل ربنا هيحشر أهل الجنة في فتوة موسى، في جمال يوسف، في سن عيسى، في كمال صاحب الكمال المصطفى محمد. خلاص كده، ما هو ربنا بيهيئه تهيئ جديد، خلق جديد. وبعدين فيسمع لها طنين يا علي فيبلغ كل حوراء وزوجناهم بحور ايه؟ عين. وكلمة الحور هو اتساع العين مع شدة جمالها. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يسرعن ذا اللب فلا حراك به وهن أضعف خلق الله ايه؟ إنسانا. درسنا في الأزهر كده. خلي بالك، بيصف الشاعر جمال الايه؟ العين. ودائما المرأة الجميلة تشبه عينها بعين الظبي البقر الوحشي في سعة العين مع الجمال. الأزهر علمنا كده. خلي بالك. فيبلغ كل حوراء أن زوجها من أهل الدنيا قد أقبل فترسل الخادم ليستقبله. من جمال الخادم ويطوف عليهم ولدان ايه؟ مخلدون بأكواب وأبارق وكاس من معين. مش كده؟ لما يوصل الخادم فالمؤمن يفتكر من شدة جمال الخادم انه ملك ولا حاجة، فينحني فيقول ارفع انما انا خادمك وكلت بامرك، اني جاي في خدمتك انت. فتستخف الحوراء، ما تصبرش لغاية ما يروح لحد الخيمة عندها، فتستخف الحوراء فتخرج من خيمتها فتعانق زوجها من أهل الدنيا وتقول له أنا حبك وأنت حبي، وأنا الناعمة التي لا أيبس أبدا، وش ما يكرمش أبدا، وأنا الراضية التي لا أسخط أبدا، وأنا الراضية نعمة الرضا، وأنا الراضية التي لا أسخط أبدا. فيدخل قصرا من أسفله إلى أعلاه 70,000 ذراع. ارتفاع القصر 70,000 ذراع، وما تقولش ازاي، لأن اللي خلق مين؟ الله. 70,000 ذراع. وإذا في القصر 70 سريرا، على كل سرير 70 حوراء. خلي بالك، يرى على كل حوراء 70 حلة، لابسة 70 جلبي، 70 فستان، يرى مخ ساقها من بين الحلل. انت متخيل شفافية الجمال بتاع الحوراء؟ من تحت 70 ثوب، 70 فستان لبساهم، يرى جمال مخ الساق من بين الحلل. يقضي جماعهن في مقدار ليلة من لياليكم هذه يا علي. والله وهذا قسم من حضرة النبي المصطفى، لو أن شعرة من شعر الحوراء سقطت على الأرض لأطفأ نورها ضوء الشمس في ضحاها. لو أن شعرة من شعر الحوراء سقطت على الأرض لأطفأ نورها ضوء الشمس في ضحاها. خلي بالك،
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هم قالوا الحمد لله ليه؟ على فضل الله عز وجل. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. لما قال النبي المصطفى أول من يوقف للحساب عمر بن الخطاب، فظنوا أن سيدنا عمر سيسبق سيدنا أبا بكر إلى الجنة، فقالوا يا رسول الله وأين أبو بكر الصديق؟ عمر سيدنا هيسبق الصديق سيدنا للجنة؟ فقال النبي المصطفى هيهات هيهات على حلكم، أتظنون أبا بكر يوقف للحساب؟ والذي بعثني بالحق نبيا لقد زف الصديق إلى الجنة زفا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إني أسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور أبصارنا وأسماعنا، قوة أبداننا، جلاء همنا وغمنا وأحزاننا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، اجعله شاهدا لنا يوم الدين، وحد صفنا واجمع علينا شتاتنا، واربط على قلوبنا، وأمنا في أوطاننا، اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا يا رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر والمقام، بلغ نبينا منا السلام، بلغ شفيعنا منا السلام. كما أسألك ربنا أن ترحم أمنا، اللهم اغفر لها وارحمها، جاف الأرض عن جنبيها، لقنها يا ربنا حجتها، ارحم تحت طباق الثرى غربتنا وغربتها، آنس يا ربنا وحشتها، يمن كتابها، يسر حسابها، عاملها يا ربنا بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان، ثقل موازينها، ابعثها آمنة مطمئنة، اكتبنا وإياها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.